أنت لازم تستغل كل الإمكانيات المتاحة معاك. هتقول لي بس أنا مش متاح معايا غير الموبايل اللي باشوفك منه ده، هاقول لك بالضبط، وأنا مش محتاج أكتر منه، الموبايل كافي جدًا. لو أنت عايز تتعلم بجد ومش ناوي تاخد الموضوع هزار وبس تايه شويتين 3، هابدأ منين وهاتعلم إيه أصلًا وإيه الأولويات في التعليم، كل دوّة هاعرف لك من خلال الفيديو، والموقع اللي أنا هاسيبه لك تحت في الكومنتات أول ما تكتب لي كلمة موقع، هابعت لك الرابط على طول، هيوفر لك كل ده بمنتهى السهولة وكمان مجانًا. طيب خلّينا نحدد الأولويات. أنت عايز تتعلم حاجة بس مش عارف إيه هي ولا عارف إيه منين، خلاص خلصنا من الموضوع منين وخلصنا كمان من موضوع الماديات. تعالَ بقى أقول لك تبدأ من إيه. بُص، أول حاجة الأولويات بتاعتنا، أنت لو على الأبيض خالص في الإنجليزي، فده أول رحلة تبدأها. الإنجليزي دلوقتي بيتدخّل في كل حاجة، سواء في المونتاج، في البرمجة، تحليل البيانات، الcommunication skills، تتعامل مع البشر العربي والأجانب كمان، فده هيساعدك جدًا، جدًا في إن أنت تعرف تتواصل مع العرب والغرب كمان، فما يبقاش عندك مشكلة في أي حاجة من دول. فابدأ بالإنجليزي كده، وفي الفيديو التاني أو الجزء التاني هاقول لك تبدأ بإيه بعد الإنجليزي على طول، بعد ما تخلّص الكورس اللي هيكون في الموقع بتاع الإنجليزي. وعلى فكرة الموقع بيقدّم لك أكتر من مُدرِّب، عشان لو مش حابب المُدرِّب دوّة تختار غيره وتجرّب أكتر من واحد للشرح، واللي تستريّح معاه واللي تستقر فيه هو ده اللي تكمّل الكورس بتاعه للآخر. سيب تحت في الكومنتات تعليق بكلمة الموقع وهابعت لك الرابط. بس ما تنساش برضه في آخر الفيديو بقى يا أخي لايك واشتراك في القناة ولو أنت على اليوتيوب، ولايك وfollow كده لو أنت على التيك توك. بس كده، سلام.